قال نشطاء أو ناشطون إن سرية تابعة للواء الشهداء الإسلام قامت بالتعاون مع كتائب الجيش الحر باستهداف فرع المخابرات الجوية على طريق دمشق درعا بقذائف الهاون. وأكد الجيش الحر كان قد أعلن حصاره لفرع المخابرات الجوية الواقع في سبينة بريف دمشق بعد استيلائه على عدد من المعامل والدوائر الحكومية في البلدة. وقد دارت معارك عنيفة على مدخل سبينة في وقت سابق اليوم، وقتل على إثرها عدد من قوات النظام والشبيحة. ومن جهة أخرى أفادت لجان التنسيق أن الجيش الحر قصف بالهاون مقرات للأمن والشبيحة في منطقة العتيبة بريف دمشق، والتي شهدت اشتباكات بين قوات النظام والجيش الحر، كما تواصلت الاشتباكات في بيبلة وزملكة. في ريف حماة قال الجيش الحر إنه هاجم مقرات النظام في قرية بري قرب مدينة السلمية. وقال اتحاد تنسيقية الثورة إن الجيش الحر قصف حاجز تل عثمان العسكري ودمر عددا من آليات النظام، كما قصف الجيش الحر مطار حماة العسكري وحواجز أخرى على طريق السلمية الرقة. وحول جديد التطورات الميدانية ينضم إلينا هنا في الاستوديو عميد أركان حرب صفوة الزيات. سيد العميد أهلا بك. لنبدأ بموضوع دولة العراق الإسلامية وإعلانها تبعية جبهة النصرة لها. طبعا جبهة النصرة نفت في بيان لها هذا الأمر. نريد أن نعرف تداعيات هذا الأمر ميدانيا، كيف يمكن أن ينعكس على الأرض على أداء الثوار؟ علينا أن نقر أن جبهة النصرة هي من أفضل العناصر الفعالة على الأرض تكتيكيا وعملياتيا وربما أيضا أخلاقيا، لأنهم قدموا نفسهم لمدة عامين على أفضل أو عام ونصف على أفضل ما يكون، وهذا ربما الذي خلق مبررا اليوم أن يعلنوا صراحة أنهم ربما يرتبطون بالقاعدة، ولكنهم يقولون وكأنهم نحن القاعدة الجديدة التي لا ترهب، التي تنشئ، التي تسعى إلى إدامة الحياة أمام النظم الدكتاتورية. لكن دعيني أقول أن حتى هذا الأمر مع جبهة النصرة لن يعني كثيرا. الجيش السوري الحر بقيادة المجلس العسكري الأعلى لديه حوالي 60,000 مقاتل. لدينا جبهة تحرير سوريا بقيادة الشيخ أحمد أبو عيسى حوالي ربما الآن 40,000، وهناك حديث على أنهم قد ينضمون إلى الجيش السوري الحر، وهي عناصر مستقلة، لأن الثلاثة الرئيسيين قادة الرئيسيين في هذه الجبهة هم في داخل المجلس العسكري الأعلى للثورة السورية. لدينا حتى الجبهة السورية الإسلامية التي ربما لديها توجهات سلفية، بها كتائب أحرار الشام الآن ربما يؤدون أداء جيد للغاية عندما احتلوا دوار الجندول ومنطقة صناعية في الشقيف، ويتجهون الآن ربما إلى سجن حلب المركزي. ولديهم أيضا تعاون وثيق مع وحدات الجيش السوري الحر على الأرض، بمعنى أن الجبهات الإسلامية المعتدلة وحتى السلفية المتشددة، بصرف النظر عن وضع جبهة النصرة الحديث كثير، حتى أمال الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسيين والبريطانيين أن ينضموا ليصبحوا جزء من عمل الجيش السوري الحر. وهذا يبشر إلى أن هناك كتلة كبيرة الآن تتحرك على الأرض في اتجاه إلى ما يمكن أن يطمح إليه الجميع، وهي اليونيفايد كوماند، القيادة الموحدة التي يتطلع إليها الجميع قريبا على الأرض في سوريا. ماذا عن تقييم بقية الأوضاع، خصوصا أنه اليوم في مدينة الصنمين وكان معنا المتحدث السوري في بداية النشرة كان يتحدث عن مقتل 61 شخصا كلهم من المدنيين؟ هي مسألة العقاب. النظام يعاقب الآن شمال حلب والمناطق في إدلب والمناطق حتى شمال حماة بضربات صاروخية بلاستية. الآن أنفق أكثر من 90 صاروخ باليستي، أكثر من ثلث ترسانته من الصواريخ في الشمال. لكن هل نتوقع أن النظام يستخدم الصواريخ الباليستية قرب الحدود مع إسرائيل؟ هل نتوقع أن النظام سيستخدم نفس مستوى العقاب الذي حدث في الشمال ليحدث في الجنوب؟ أعتقد أننا عندما نشاهد عملياته في غباغب وفي الصنامين ثم وصولا إلى الشيخ مسكين
الحوثيين ثم إلى داعش إلى درعا. هو في محاولة يائسة وكأنه يريد أن يفتح طريقا ما بين درعا إلى دمشق. فالعقاب كثيرا كان اليوم على الصنامين، لكنه كان يأمل أن يستخدم قدرا من الصواريخ البالستية مثلما فعل في الشمال. على الجميع أن يتوقع هذا، وربما هذا هو تصرف من تصرف القيادة اليائسة التي ربما تنسحب من الجنوب والجيش السوري الحر في طريقه إلى إنشاء ما يسمى المنطقة العازلة في هذه الأنحاء من سوريا جنوبا. العميد أركان حرب صفوت الزيات، شكرا جزيلا لك.